اي مكان صعب بالنسبه لي. ماشي على فكره احنا مع التحدي، ما انا عارف. باين عليكي جدا والله العظيم. التوب يا جماعه، تقييم 20 من 10. خرابي وبيعمل لكم اوفرز حلوه ومفيش خوف مع ياسين، ومع ياسين مش هتقدر تغمض عينيك. هو ما ينفعش اصلا نغمض عينينا. شباب زي ما احنا اهو. هو عندي سؤال معلش غريب شويه، هل لو حد خبط انسان الكبوت بتاعه يحصل له حاجه؟ مش كيف كبوت بجد؟ يعني بجد ده يرجعنا، ما قدرتش ارد على السؤال. ده يرجعنا للتوبيك اللي اتفتحت من شويه، القطع الغياره يا جماعه. ده يعني الموضوع متاثره جدا بالعربيه جدا لدرجه ان هي ما فكرتش فكرت في الكبوت. يعني الانسان هيتصلح من نفسه، هيتصلح من نفسه الانسان صح؟ ده لو لقى توكيل يصلحه. حضرتك ده لو لقى توكيل يصلحه. كبوتي بفلوس، كبوت فيه فلوس. طبعا يا جماعه في المواقف اللي زي دي ما نشتمش حد. هناخد اشاره شمال؟ لا طبعا تشتمها ممنوع. ايوه برافو. يلا يا بابا. انت عارف حاجه غريبه جدا بقى؟ دلوقتي انا بنزل مع صحابي او بنزل لوحدي كده انا مش خايفه، انا عادي فاهم، بس وانا بنزل معاك ببقى اللي هو عادي، مش فاهم يعني، بكون اكسترا مطمنه وانا نازله معاك. ما تخافش. مش خايف. انا مرعوب مش خايف. انا قلت انت هتجربي تجربه الكبوت ولا حاجه. ما تيجوا نشيله ونشوف. يا بنتي بس يا بنتي. دلوقتي يا جماعه احنا طالعين على تقاطع، بنبطأ بقى عشان ما نخبطش حد. بدأت تشرح. هنعدي اكتر. ايوه وده ميكروباص، فاحنا هنتفادى الميكروباص وهنقوم عاملين اشاره نكسر كله، ندوس بنزين، نعدل ونبعد عن الميكروباص. مفيش احسن من كده مستوى. بجد هي هتشتغل معانا خلاص. لو عايزين اسمه ايه طب ما فهمتش. طب ماشي. لا دعايه لا. لا مش دعايه، اسم حد بس خلاص طيب ماشي. المهم ان هي ما شاء الله مستواها بص بقت بتشرح، الموضوع كبير جدا. لو تحبوا نفتح قسم حريمي. قسم حريمي ايه ده؟ لا ده مش كوافير حضرتك. قسم حريمي للسواقه يا جماعه، البنات اللي بتخاف تنزل مع سواقين ولاد، حبيبه موجوده. حبيبه من النهارده. حبيبه كار. حبيبه كار. من النهارده مفيش خوف، وياسين متنازل عن سوسو، وعبيده متنازل برضو عن عربيته. عبيده نقدر نسال عبيده عن تقييمه لسواقتي. عبيده ده كابتن معانا في مدينه نصر. نزل معانا مره كان قاعد مرعوب. كان قاعد ورا. بقيت اقول له ما تقلقش يا عبيده، مش هنقول خالص. كان قاعد ورا ماسك في البتوع اللي فوق دول. يا جماعه مش خايف، محدش يقول لك خايف. انا خايف جدا. مفيش ثقه بس الحمد لله يعني انا مبسوط بجد ان احنا نجحنا. يعني انا دايما اي كلاينت بيجي بجد بيبقى فارق معايا جدا ان هو هدفه هو هدفي، فمبسوط ان احنا وصلنا للشيب ده اللي هو خلاص بقى هي بدات تسوق تروح شغلها تشوف حياتها الحمد لله. ناقصلك بس الركنات. هي كويسه محتاجه تظبيط عشان بقى كتير ما عملتهاش بصراحه. هي اكتر حاجه بتطول يا جماعه عشان تبقوا عارفين هي الركنه.